كنت ناوي اعمل الفيديو ده كفيديو قصير شوية، اقصر من ما هو عليه، واخلي فيه انتقالات وحاجات مونتاج كتير عشان يجذب الانتباه واكبر عدد من الناس يشوفوه ويكملوا لاخره. لكن لقيت ان ده ضد اصلا فكرة الفيديو. يعني كده كده اللي مش عارف يشوف فيديو من غير تركيز عشان مفهوش انتقالات، هيبقى صعب جدا ان هو يبدأ في حاجة جديدة من على النت ويستنى عليها ويصبر يبقى مركز فيها عشان تجيب له فلوس. فعشان كده خليته يبقى في كامو كاست، ويبقى فيديو طويل من غير اي حاجه ومن غير مونتاج كمان. فهتلاقيني بتهته شويه واللدغه واضحه اكتر، بس استحملني للاخر واوعدك الفيديو هيبقى مهم جدا. دلوقتي انت كواحد عايز تكسب من النت او تشتغل اونلاين في 2026، هتعمل ايه او انت قدامك ايه؟ خلينا نقول مبدئيا كده انت قدامك 3 طرق بس. طريقة لو انت بتشتغل بالفعل بأي حاجة تانية، شغل تاني، وعايز حاجة تجيب دخل جانبي من غير جهد كبير، ممكن تكسب أو تقبض من أول يوم فيها. تاني حاجة وهي إنك تعمل مشروع زي مثلا قناة يوتيوب، موقع، أي حاجة من الحاجات دي، ويكون عندك صبر إنك تستنى وقت أطول شوية، ممكن شهور ممكن سنة، عشان تاخد أول دفعة. لكن مع أول دفعة هتلاقي الدفعات بتتوالى، وده بقى مصدر دخل كبير فعلا ليك. وتالت حاجة وهي إنك أصلا عندك شغل ومعاك فلوس، وعايز تستثمر أو عايز تعمل حاجة تجيب لك دخل على جنب، تحط فيها فلوسك فترجع لك تاني. ودي النقطة التالتة اللي هنروح لها آخر حاجة. أول حاجة أو الطريقة الأولى هي إنك دلوقتي عايز بأقل عدد ساعات ممكن إنك تطلع ربح من النت. تمام. فيبقى قدامك كام طريقة كده. أول حاجة إنك تركز على مواقع التحميل والمشاهدة واختصار الروابط. ده ما راحش عليه، ده لسه شغال لحد دلوقتي، ده تقدر تجيب من خلاله لحد دلوقتي دخل كويس يوميا. تمام. أو تشتغل على موهبتك. انت عندك موهبة في الكتابة فتكسب منها، عندك موهبة في الرسم فتكسب منها اونلاين طبعا، وهشرح لك كل حاجة ده، كل حاجة من دي في الفيديو. اول حاجة، طب انت دلوقتي مش فاهم يعني ايه اصلا اختصار روابط ولا تحميل ولا مشاهدة ولا الكلام ده. ببساطة هتخش مثلا على موقع اكسو كليك او فايل ابلود او ايا كان من المواقع اللي هي بتاعت التحميل او اختصار الروابط. انت مثلا عندك ملف ليكن لعبة مثلا او فيلم، هترفعه على الموقع ده. احنا يعني كل اللي انا بقوله ده انا شارحه في فيديوهات قبل كده، تمام؟ فانت لو مش فاهمني هتلاقوا لي في الكومنتات، هبعت لك الفيديو. لكن انا بشرح لك دلوقتي ازاي تجيب دخل من ده. تمام. انت مثلا عندك لعبة او فيلم، ترفعه على موقع التحميل، وبعدين تاخد اللينك اللي هيطلع لك وتروح على اكسو كليك، موقع اختصار الروابط، تحط اللينك فيطلع لك رابط مختصر. الرابط ده بقى اللي هيوصل الناس للعبة اللي عايزة تحمل. طيب، انت هتاخد فلوس بناء عن ايه؟ لما الزائر او الشخص اللي انت تديله الرابط ده يخش على اللينك اللي معاك، هيشوف اعلان لمدة 5 ثواني من اختصار الروابط. تمام. فانت هنا كسبت، هتكسب تقريبا على كل 1000 واحد 3.5 دولار 4 دولار لو مصريين. طيب هيروح للموقع التاني اللي هو موقع التحميل، ده هتكسب منه تقريبا 2 دولار على كل 1000 تحميلة. يعني الإجمالي هيبقى حوالي 6 دولار. طيب، انت دلوقتي تجيب 1000 واحد يحمل اللعبة ولا يحمل الكتاب ولا أيا كان اللي انت هتستغله أو تستخدمه كنيتش، ده منين؟ من الفيسبوك أو من تيك توك أو من أيا كان. انت لو وفرت ساعتين بس في اليوم عشان تدور على عميل، هتلاقي انك حققت ربح كويس جدا. مثال مثلا، عندنا مثلا صلاح الدين اللي هي سترونج هولد. دي لعبة لسه هي لعبة قديمة بس نزل منها إصدار جديد مؤخرا. طيب، انت هتاخد اللعبة دي وتختصر او تحملها على جهازك، وبعدين ترفعها على موقع فايل ابلود ولا اب فايل ولا ايا كان، وبعدين تختصر الرابط. هتعمل ايه بقى؟
هتخش على جروبات الفيسبوك الخاصة بالألعاب، هتخش هتلاقي مثلا جروبات فوق المليون، وجروبات أقل والكلام ده، وهتلاقي جروبات أجنبية كمان. الأجنبية طبعا مش هتاخد 6 دولار على الألف، هتاخد أكتر بكتير، ممكن توصل لحد 20 دولار على الألف مشاهدة أو 1000 تحميل يعني. فهتخش في الجروبات دي وتحط لينك التحميل للناس اللي بتطلبه، او تقول للناس، تنزل بوست تقول ان الناس اللي بتوع اللعبه ضربت تحميل اللعبه. تمام. فانت هنا هتكون كسبت من موقعين، التحميل والاختصار الروابط من كل واحد بيحمل اللعبه. طيب انت ما لقيتش حد بيسال عن التحميل، هتعمل اكونت تاني وتسال وتحط اللينك. طب هتستفيد ايه كده؟ هتستفيد ان السؤال بتاعك ده في احتماليه ان هو يظهر في جوجل عن باسم اللعبه، لما حد يبحث باسم اللعبه. تمام. انا حاسس ان الفيديو ده محدش هيشوفه خالص هو محدش هيوصل لما بعد كده يعني، بس يلا. طيب. بتعمل ده في الماتشات مثلا، اختصار روابط، تاخد لينك الماتش وتختصر وتحطه للناس، هتجيب مشاهدات كتير. بتعمله في الافلام، في مواقع شرحتها، سيف فايلز، ده موقع مشاهده زي يوتيوب كده، بس ايه، بيديك القبض يومي. كل الشركات اللي انا بقول لك عليها دي القبض فيها يا اما يومي يا اما اسبوعي، والحد الادنى ما بين دولار ل 5 دولار. فالموضوع سهل جدا انك تسحبه. تمام. طيب، انت مش حابب حوار الفيسبوك ده، ممكن تعمل ايه؟ ممكن تبعت لاي موقع او مدونة العاب، مدونة متوسطة، تقول له انك هترفع له انت الالعاب، هترفعه انت من على جهازك، او هتديله لينكات في المقابل انك ما يغيرش لينكات. يعني هو بدل ما يرفع ويستهلك سيرفر الكلام ده، قول له في العاب معينة انا هرفعها لك، وتعرضها ان انا اكسب من اللينك بتاعي بس، او لو انت بتعرف تكتب تكتب له المقال. ناس كتير جدا هتقبل بده. تمام. تاني حاجة، وهي انت لو عندك موهبة الكتابة مثلا، ففي ناس او مواقع عامة، وانا لحد قريب جدا كنت بطلب ناس تكتب في المواقع اللي كانت عندي، بتاخد من 50 ل 100 جنيه على المقال. المقال اللي هو 500 كلمة، ف 500 كلمة دي يعني حاجة صغيرة جدا مش كبيرة يعني، فاهمني؟ فانت ممكن تجمع مثلا حوالي 500 جنيه في اليوم من ده، فده كويس. طيب، ايه تاني؟ لو انت مثلا عندك موهبة ملهاش علاقة بقى بالنت خالص، رسم مثلا، او موسيقى، او ايا كان، وعايز انك تدي كورسات على النت، بس ما عندكش خلق ان انت تعمل قناة يوتيوب وتستنى بقى الناس هتخش عندك ولا مش هتخش. طيب ببساطة هتعلن انك هتعمل كورس اونلاين للناس اللي هتدفع بس. طيب الناس هتوصل لك ازاي؟ آه هتكتب عن نفسك مقال وتنشره في اي موقع. يعني مثلا انت لو انت عملت مقال او خليت شات جي بي تي حتى يكتب لك مقال عن مستواك في الموسيقى مثلا، في الجيتار، او في الرسم، وعايز ان ال... ان 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 مستواك في الموسيقى او في الرسم، وعايز ان الناس تشترك معاك في كورس والكلام ده، وسعر الكورس والكلام ده كله، تقول له الكلام ده لشات جي بي تي وتخليه يكتب لك مقال. تخش على المدونات المجانية زي ميديم مثلا، تعمل مدونة صغيرة على بلوجر ترفع عليها المقال ده بس، تنزلها على الفيسبوك او ريدت، او حتى تكلم حد زيي مثلا تقول لي انشر لي المقال ده عندك، انا مش هخسر حاجة، هنشره لك على الموقع عندي. تمام. ايه اللي هيحصل بعد اسبوع؟ لما تبحث مثلا عن افضل حد بيدي كورس الكتريك جيتار مثلا، ليكن في القاهرة، هتلاقي نفسك ما بين النتائج. لو عايز تتخصص اكتر، تكتب في مصر الجديدة مثلا، هتلاقي انت الوحيد تقريبا اللي في النتائج. ف مش بس كده، مش بس اللي هيبحث عنك في جوجل، لا، هتلاقي كمان شات جي بي تي بدأ يرشحك، لان هو الاساس بتاعه هو بياخد النتائج اللي موجودة على جوجل او على محركات البحث بشكل عام يعني. وده عامة يعني، أنا خطيبتي مدرسة رسم وبكتب لها مقال، وبيجي لها ناس كتير جدا من مجرد مقال واحد بس.
فانت لو عملت نفسك مقالات وعملت لك فيديو قصير والكلام ده كله ونزلته على تيك توك ويوتيوب وفيسبوك والكلام ده، وتكتب مقال مهم جدا وتنزله مثلا في مواقع او موقع واحد حتى كبير، او ابعتهولي حتى انشرهولك، هتلاقي ان بيجي لك ناس كتير. انا عن نفسي انا كنت عايز ان انا اتعلم جيتار. تمام. كنت عايز اتعلم كذا آلة يعني، بس انا لما دورت لقيت مفيش غير منصة اعزف، وكان عندي مشكلة معاها ان هي الناس اللي بتشرح مش مصريين. فانا بتفصل شويه، انا بفهم اللهجات بس بتفصل شويه من حته ايه، انا بتعلم حاجه فعايز بقى اركز تركيز كلي يعني. فانا لو لقيت حد كان مقدم ان هو يقدم الخدمه دي اونلاين، كنت اشتركت في ساعتها طبعا. فايا كانت مهارتك تقدر تعملها بدي. ده الجزء الاول، كل اللي انا شرحته ده هتلاقيه موجود على القناه. موجود ازاي تسجل في اكسو كليك لغه الروابط، موجود اب فايل، موجود سيف فايل، كل ده موجود. تاني حاجه هي اليوتيوب. مش اليوتيوب بس، اليوتيوب والمواقع يعني. انا بقول اليوتيوب عشان الناس اللي بتتابعني اغلبها هتكون عايزه تعمل قناه يوتيوب. انا تخصصي مواقع اكتر. انت دلوقتي خلاص فاضي انك تعمل مشروع اونلاين، فقدامك يا اما يوتيوب يا اما موقع او تطبيق يعني. بس انا تطبيق مش بفهم فيهم فما مش هفتي يعني. دلوقتي انت عندك فكره موقع ليكن مثلا موقع تربيه حيوانات او قناه تربيه حيوانات. انت هتقعد على الاقل 3 شهور بتكتب لنفسك بس هنا على الموقع يعني، تكتب وتنشر لنفسك بس، مش هتلاقي زيارات. وبعدين 3 شهور بعدهم بيبدأ زيارات أقل كتير جدا من اللي أنت متوقعه يعني. ممكن يبقى عندك 500 مقال وبيخش لك 100 واحد في اليوم، فده قليل جدا. تمام. بعد ما تعدي أول سنة هتلاقي، أو حتى بعد يعني في خلال من ال6 شهور التانية هيبدأ الزيارات ترتفع بشكل تدريجي. تمام. فهتبدأ إن أنت تجني ربح بقى من الموضوع ده. طبعا في اول 6 شهور ده انت لو كملت فانت هتكسب كويس بعد كده. ده يعني ايه، 1 وكمان 1 ايكوال 2، 1+1=2. طالما بتشتغل صح هيعدي وقت هتكسب. تمام. اهم حاجه تكون بتشتغل صح. بتشتغل صح ازاي؟ ما هو موقع وبتنشر مقالات، لا، هو الموضوع اكبر من كده بشويه. الموضوع سيو يعني. انت مثلا كاتب طريقه تاكيل الكلب الجولدن مثلا، فالموضوع ما مفيش حد بيبحث عن كده. تمام. لكن لو كتبت مقال عنوانه طريقة سهلة لتدريب الكلب الجولدن، أو 3 طرق لجعل الكلب الجولدن أهدى مثلا، فهتلاقي إن دي نتائج الناس بتبحث عنها. يعني أنا كواحد ربيت جولدن كنت أكتر حاجة ببحث عنها إزاي أخلي الكلب أهدى، إن هو كان هايبر جدا. تمام. هتكتب العناوين اللي الناس بتدور عليها. طب ودي هتعرفها منين؟ هتلاقي عندك ادوات بتساعدك في ده. هتلاقي كيورد بلانر، هتلاقي سوبر سجست، اوبر سجست سوري اوبر سجست سوري. تمام. هتلاقي جوجل نفسه لما تكتب كلب جولدن وتنزل تحت في الخيارات هتلاقي الترشيحات اللي بيرشحها لك دي حاجات الناس بتبحث عنها بالفعل. ونفس الموضوع على اليوتيوب. يعني انا مش خبرة كبيرة في اليوتيوب، انا اشتغلت في يوتيوب زمان بس كنت بشتغل عك يعني، اللي هو باخد فيديوهات واقصها والكلام ده. لكن هي قاعدة كل الناس وكل اليوتيوبرز اللي اعرفهم واللي حتى بشوفهم اونلاين، هو انك هتاخد وقت طويل جدا. مش شرط طويل جدا يعني، بس المعتاد انك تاخد وقت طويل ممكن يوصل لسنة عشان تبدأ تحقق ربح اليوتيوب. ربح يتقال عليه ربح، مش مثلا $100 كل 3 4 شهور. فده برضو وقت بيضيع. فانت لو قادر او عندك استعداد انك تصبر، الطريقة التانية دي مهمة حلوة جدا ليك. الطريقة التالتة وهي الاستثمار، وده مجال الدومينات. يعني بعيدا بقى عن ثاندر والاستثمار في الأسهم والبورصة والكلام ده، لأ أنا بتكلم عن الدومينات. للناس اللي بتابعني مهتمية بالدومينات،
فالدومينات هي افضل للاستثمار، سواء طويل الاجل او قصير الاجل. يعني ايه؟ يعني انت معاك مثلا $50، مش عايزهم دلوقتي، عايز تحوشهم، تشتريهم، تحوشهم او تستثمرهم. هتشتري بيهم 5 دومينات، 5 دومينات مميزة، وشرحنا قبل كده ازاي تجيب دومينات مميزة، وهشرح فيه شرح تاني هنزله برضه عن الدومينات. ايه هو الدومين المميز اصلا، وايه هو الدومين البريميوم، وازاي تعرف اصلا اذا كان الدومين ده هيتباع بعد كده ولا مش هيتباع. لانك يعني ممكن تشتري دومين وتفضل سنة ولا التانية تدفع تجديده وما يتباعش في الاخر. فلما تشتري 5 دومينات تمام مركونين عندك، اتباع ما اتباعش خلاص هو مركون. تمام، انت قدامك سنة عقبال لما تيجي تدفع له تاني على التجديد. بعديها بشهر معاك مثلا $70 تجيب 7 دومينات. تمام، فبالتالي هيبقى عندك محفظة دومينات كبيرة، قدرت ان انت ترشحها للناس او تسوق دومينات للناس، هيسرع شويه من عمليه البيع. ما قدرتش تعمل ده، هم مركونين وهيتباعوا بالبحث كده كده. يعني انت مثلا لو شاري 10 دومينات، كل دومين $10، فهيبقى كده الاجمالي اللي انت دفعته كام؟ $100. اقل دومين ممكن المفروض تعرضه يكون مثلا $700 او $800، فانت هتبقى كسبت 8 اضعاف مثلا. فاهمني؟ فدي طريقة أخيرة. وبس كده، أنا حاسس إن أنا اتلخبطت كتير وتهتكت كتير، وبفكر مينفعش الفيديو ده، فمش عارف. بس دي حاجة والله عايز أقولها فعلا، إن الناس اللي مش عارفة تبدأ، هي الناس اللي مش عارفة تبدأ تخش على طول تشكك. اللي هو أقول لهم مثلا أنت هتكسب من هنا $10 ولا $5، تقول كان العيال نفع أنا مش عارف أحط ده والله مش كده، أنا مطبق فغالبا ممكن أجدوله والله. ف لا يعني دي طرق انا بقول لك عليها، انا مجربها، مجرب كل اللي انا قلته هنا، الا اليوتيوب صراحه. اليوتيوب اشترك قناه على طول ف دي طرق تقدر تكسب منها، دي طرق هتكسب منها لو اشتغلت. يعني ما تخشش مثلا على الطريقه الاولى اللي هو بتاعه التحميل او اختصار الروابط، تحمل ملفين وترفعهم، فتلاقي جاي لك 4 تحميلات مثلا، فتقول لا ما نفعتش. لا، اديها مثلا، انت بتشتغل مثلا 8 ساعات في اليوم عشان مثلا 200 او 300 او 400 جنيه او اكتر. تمام، اديها يوم مثلا 8 ساعات، شوف هتلاقيها جابت لك اكتر من اللي انت بتقبضه. بس اعملها كشغل، مش ربح بقى اونلاين، لا كشغل. اللي هو انا شغال النهارده مثلا على تحميل ملفات او على سيف فايلز مثلا بتاع مشاهده الافلام، هحمل افلام ولا انمي ولا ايا كان واوريه للناس. جمعت مثلا 2000 مشاهده ولا 3000، فانت جمعت مبلغ كويس. فاهمني؟ فدي الوقت انا دايما يعني أنا نفس النقطه اللي انا بقولها لك، اللي انا قلتها في موضوع العناوين، انا بكتب للناس او بقول ان الناس بتبحث عنه. انا لما ابحث عن، لما اكتب افضل طريقه للربح من النت، فانا بكتب هنا عشان خلاص هي ناس بتكتب ربح. لكن هو خلاص، هو مش موضوع ربح، هو مش جايزه هتاخدها، لا هو شغل اونلاين. فدي 3 طرق تشتغل بيها اونلاين. تمام، بس كده. اتمنى يكون الفيديو مش عاجبك كبير، يعني تكون استفدت منه او جمعت من كلامي حاجه، لان انا عارف كلامي مش مرتب خالص. واتمنى انك فعلا تكون استفدت. اتمنى انك في يوم من الايام تكتب لي انك كسبت مثلا او سحبت، مش كسبت سحبت اول $5 ولا $10 ولا ايا كان. دي حاجه انا بتفرحني جدا والله. وبس، لو عايز شروحات تانية تابعني، اشترك في القناة، هتلاقي شروحات فعلا موجودة بالفعل على القناة، ممكن تقلب فيها وتشوفها كده، وإن شاء الله تعجبك. وأشوفكم في الفيديو الجاي، وسلام.